هنا بقى السؤال، هي ليه أمريكا خايفة من وجود فاجنر في إفريقيا؟ هنا بقى خلينا نحكي بسرعة إزاي فاجنر اتكونت، وخلينا أقول لك إنه على عكس ما يشاع إن يفجيني بروجين هو اللي أسس المجموعة، لأن اللي أسس المجموعة في الأول ضابط مخابرات روسي اسمه أوتكين في 2013، وكانت عبارة عن تحالف بين مجموعة من الشركات الأمنية الروسية. وفي سنة 2014 ظهر اسم يفجيني بروجين كرئيس للمجموعة، واتفتح ليها مقر في مدينة سان بطرسبرغ اللي هي نفس المدينة اللي اتولد فيها بروجين سنة 61. وفي فترة شباب بروجين دخل السجن لمدة 9 سنين بسبب جرائم مختلفة منها السرقة وتجارة المخدرات. وبعد ما خرج بروجين من السجن فتح كشك وباع فيه سندوتشات السوسيس، لكن غالبا الكشك ده كان ستارة لأعمال غير مشروعة مرتبطة بالمافيا الروسية. وبعد أقل من سنتين فتح بروجين مطعم فاخر جدا، وبسرعة المطعم اتحول لواحد من أشهر